اشتغل في تنظيم الحفلات وافراح وحاجات زي كده. والده كلموه قالوا له الحق ابنك في المستشفى. الاب خد بعضه وراح، قالوا له ابنك مات. مات ازاي يا جماعه؟ ابنك وقع على الارض لوحده ومات، وهو في حفله كان منظمها في فيلا طبقا للي اتقال للاب بتاعت لواء شرطه. ما قالولوش هو سابق هو حالي، قالوا له كده. دخل الاب المسكين يودع ابنه، جثه الابن، لقى الجثه عليها علامات لكدمات وضرب. دي روايه الاب بالمناسبه. اصابات، جروح في اجزاء متفرقه من الجسد. بالمناسبه هو لو وقع ما يحصلش كل ده، يعني لو وقع من طوله حته تزرق ماشي، وشه يتخبط ماشي، لكن اماكن متفرقه وكدمات وسجحات وبروز، يعني في حاجه واضحه جدا. كأنه الواد دخل خناقة رحمة الله عليه، أو اتعكش الضرب لما اتقال يا كفا. الأب شك في الأمر. لغاية دلوقتي الأب مش قادر يعرف ابنه مات ازاي. هو فعلا وقع؟ طب ولما وقع ليه كل الآثار دي على جسمه؟ ولا الولد اتضرب لحد ما مات؟ هو في انتظار تقرير الطب الشرعي. خد بالك، دي هتبقى من الأمور الفاصلة الهامة لوزير العدل بصفته على رأس الوزارة اللي هي يندرج تحتها مصلحة الطب الشرعي. خد بالك، التقرير اللي هيطلع هيبقى تقرير مهم، يا يطلع صح 100%، يا هيبقى فيه أكيد مشكلة. لازم التقرير يبقى واضح وحقيقي وشفاف، يحدد هذا الشاب مات ازاي، لانه الاب مش مقتنع. احنا هنمشي بقى ورا اصل الاب مقتنع والاب مش مقتنع؟ لا 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 لا، احنا لازم نشوف تقرير واضح. اصل خلي بالك، الاب ساعتها ممكن يشتكي في النيابه ويطلب اعاده تشريح الجثه ويتعمل لجنه وتبقى قصه. ولو طلع التقرير بتاع اللجنه غير التقرير اللي صادر من المصلحه كتقرير اولي او التقرير النهائي اللي صادر من المصلحه، لكن لحد ما الاب اشتكى فطلع التقرير بشكل مختلف، هتبقى قصه. تعالوا نشوف قصة أحمد هشام حنفي. هو ابني طالب في الجامعة العمالية، بيلعب رياضة، ملوش ولا في السجاير ولا ليه في أي حاجة. في الأجازات بقى يمكن ينزل يشتغل معايا شوية، يطلع مع في المكتب اللي هو بيشتغل تبعه دوت على الجي. فهو بيسلي وقته، بيقول لك أنا بسلي وقتي وأنا موجود لغاية ما أخلص دراستي وآخد شهادتي. قام عادي زي كل يوم، قاعد على النت شوية وبعد كده لبس ونزل الشغل. ورايح فين يا أحمد؟ قال لي رايح يا ماما على التجمع في فيلا. نزل الساعة 3، لقيت الساعة 7 حد بيتصل بوالده. طبعا والده نزل، قلت له طب اجي معاك. قال لي طب اما اشوف. اللي اتصل بوالده ما قالوش ان احمد اتوفى، قال له ان احمد تعبان في المستشفى. خدت بعضي ورحت. اول ما دخلت من الاستقبال بسال، بقول في شاب دخل هنا من فرح بتاع فيلة لواء في التجمع. اول ما سالت اللي قاعد جوه قال لي مات كده مره واحده كده، يقول لي مات. طب قول لي حصل ايه او في ايه؟ يقول لي لا عايز اشوفه، اجري هات اعمل محضر وهات ورقه من الاسم انك تخش تشوفه. انا جريت طبعا عشان اشوف في ايه، اعمل محضر اشوف ابني يعني ايه الوقعه. لقيت الانسه قاعده هناك بتقول لي ده انا جايه معاه. بقول لها ايه اللي حصل له؟ قالت لي ده هو وقع من طوله، طلب ميه وبنديها له لقيناه راح واقع على طول. فانا قلت قضاء ربنا، العيل وقع ده امر الله، ما فيش، مش هنعترض عليه. رحت القسم فبنتكلم معاهم فعشان نعمل المحضر، فلقينا الامين الشرطه واقف، تعالوا هنعمل المحضر هنا شويه. الضابط نزل، ايه يا ابني؟ قال له اصل اللواء ما اتصلش بيك شويه واحنا قاعدين بنكتب بنعمل المحضر. الامين يسيبنا ويخش جوه على مكتب الضابط ويرجع شويه تاني، يقف معانا ياخد كلمتين مني او كلمتين من البيت ويرجع.
الحكايه فيها ان يعني انت لو بتعمل محضر ظابط يقف يعمل محضر، دي جنايه. والده هناك في المحضر الرسمي اتهم اللواء مباشرة والاربع شهود، ده ما اتثبتش في المحضر نهائي. لما انا رحت المستشفى كلمت الدكتورة اللي استقبلت الحالة وكان معاون الضبط واقف معاه، قالت له الحالة جاية ميتة بقالها ساعة الا ربع، بقالها ساعة الا ربع. طب ازاي عربية الاسعاف شالت حالة ميتة بقالها ساعة الا ربع؟ المفروض كانت تفضل موجودة في الفيلا لغاية ما يتم التحقيق داخل الفيلا. في واحد ظابط دخل معانا لغايه الثلاجه، فاللي خرج لنا حتى ابني من الثلاجه ما رضيش يخرج جسمه كله، خرج وشه بس. واللي واقف معانا ده كان يعني عايز بقدر الامكان ان احنا نخلص وندفن، خلصوا وادفنوا بسرعه ما تعمل عشان احسن اكرام الميت دفنه. فبقول له شيل اللزقه ديت اللي هو اللي واقف على الثلاجه، فراح قال لي لا ده اللزقه مش قادره تطلع. رحت انا شايله اللزقه من على حاجب ابني، لقيت فيه غرزه جوه الحاجب نفسه، لقيته واخد خبطه قويه في الجنب الشمال وعلامات كرابيك لكنهم مش قادرين عليه ولا اتكتلوا عليه. ابني ما يضربش الا لما يكونوا كتره عليه. ابني بيلعب حديد رياضي، بيلعب كمال اجسام وكان داخل بطوله. لو كانوا قالوا مثلا وقع من مكان عالي كان ارتحنا، لو قالوا الكهرب كنا ارتحنا، لكن واقف وقع مات وفي اصابات في دراعه وفي اصابات في جنبه وفي اصابات في تعويره في تحت حاجبه، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، في تدخل وفي استغلال للسلطه تم فعلا. مستنيين التقرير بتاع الطب الشرعي اللي هو هيطلع باذن الله بما يرضي الله، لان الناس دي عارفه ربنا وهتجيب حقنا وهتجيب دم ابننا فيه. ابني اتغدر بيه، اتضرب واتجلد، وعمري ما الجرح ده عمره ما هيروح تاني. بس اللي انا بطلبه ان عايزه اعرف سبب وفاه ابني ايه.